ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رومي يا جماعة هجين نعام، حاجة كده يعني ما شاء الله من النوادر يعني. طبعا رومي ده فرنسي مش بلدي مش مصري يعني. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة احنا ذبحنا إنتاجنا، تربيتنا ما شاء الله. طبعا ده ديك رومي أبيض هجين نعام. طبعا بيبقى وارد فرنسا، جاي من بره يعني. العمر نقول مثلا 3 شهور. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا دي أنثى واحنا بنذبحها يعني، طلعت أنثى. الوزن 10 ونص. وما شاء الله يعني حاجة محترمة جدا. طبعا ما في صفر أدوية، مفيش أدوية ولا نعرف الكلام ده خالص. و- والأكل بيتي طبعا، جنب العليقة بتاعته البادي اللي هي الصلاح 21%. وما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني دي أصغر حاجة في الإنتاج. احنا هنقطعه معاكم أهو إن شاء الله، ويا رب بس يعني التقطيع يطلع كويس يعني. طبعا الحاجة البيتي بتبقى طبعا حاجة أنظف وأضمن. إن احنا أنت اللي بتربي على السطح بتاعك، واثق وعارف أنت بتأكل إيه ومعيش حاجتك إزاي. طبعا شوية عليقة مع بقية مثلا أكل البيت، بتبقى ضامن الحاجة، بتبقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. طبعا هو العظم بتاعه قوي جدا، بيبقى يعني ايه المحلات بتبقى بتكسره بالسطور، لكن احنا بقى يعني ما عملناش حسابنا لديت يعني. طبعا زي ما انتم شايفين ادي القرنصة بتاعته، حاجة ما شاء الله تربية بيتي يعني، ما لا أدوية ولا هرمونات ولا أي الكلام ده ولا فيتامينات ولا أي الكلام ده ما شاء الله، ولا الكبدة بتاعته اهيت ولا كوز القلب. حاجة حاجة تربية لنفسك يعني. طبعا العظم بتاعه الرومي ده بالأخص أقوى من الرومي البلدي اللي هو الرومي الأسمر بتاعنا بتاع مصر. طبعا يعني أنا مش جزار يعني، مش مهنتي يعني. طبعا ايه بحاول بقدر الامكان ان انا اتمتع فعلا يعني، لان انا بحب التربيه وهو التربيه من الصغر يعني. لما تشوف صنيع ما بتعمل يعني حاجه بتشتريها كتكوت وبتسعى مهما صرفت يعني، مهما صرفت، ولكن بتبقى مبسوط وانت ايه وانت بتشوف الحاجه قدام منك ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني. ويعتبر من اقوى التحويل
يعني هو ما شاء الله بياكل مثلا كيلو ونص، وبيحول 700 جرام لحم مباشر ما شاء الله يعني. بس المشكلة اليومين دول عالية جدا، وطبعا اكتفينا بأكل البيت بس، مع شوية إضافات كده يعني خضار، واخدين بالكم يعني. وزي ما قلنا لكم ده أقل واحد في المجموعة اللي موجودة بفضل الله. حاجة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لحم محترم جدا، يكفي أسرة نقول مثلا 4 مرات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. أحسن من الفرخة البيضاء 10 مرات، 20 مرة. الدبوس ما شاء الله ما شاء الله يعني، حاجة كده يعني من الجمال. اللهم بارك يعني، اللهم بارك. انصح بتربيته يا جماعه والله، انصح بيه يعني ان شاء الله ان كل الناس تربيه. حاجه يعني محترمه، وبتنساه انت بس، تنساه في البيت بس وخلاص يعني. في السطح عند حضرتك وفوق بتلاقي ما شاء الله. طبعا مش هقول لك بلكونه يعني. يعني نقول صفر دهون، مفيش دهون خالص خالص خالص، مهما كانت دورته كلها علف مفيش دهون ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مفيش دهون خالص يعني، كله لحم. طبعا يا جماله بقى طبعا على الفحم، ويا جماله لو دخل الفرن وتعبى رز أو لسان عصفور مثلا، يا جماله مع حبيتين جوز الطيب كده احنا في الأكل ما شاء الله يعني، احنا بنحب الأكل، احنا عايشين للأكل أساسا يعني. ما شاء الله يا جماعة لا قوة إلا بالله فعلا يعني، حاجة محترمة جدا جدا جدا. طبعا هو الكيلو بتاعه يا جماعة بيتباع في المحلات بتاع الجزارة، أو محلات مجازر الفراخ أو محلات الفراخ، من 70 جنيه ل60 جنيه الكيلو. فطبعا أنا بالنسبة لي خسارة يعني أنت تربي مثلا ديك، طبعا بيصرف بياكل في الدورة بتاعته
من 30 ل 35 كيلو. طبعا علف صافي يصرف كتير جدا يعني. وتيجي تلاقي مثلا ايه سعر البيع طبعا بتاعه قليل اليومين دول، لان العلف الموضوع طردي، ان العليقه طبعا غاليه، فيبقى اللحم ايه قليل شويه لان الكميات بسيطه، مع ان المفروض العكس يعني. المفروض ان هو العكس. المفروض ان العلف لما يزيد تبقى الانتاج قليل في الايه في الدواجن واللحوم، فالمفروض ان الاسعار بتزيد. ولكن دي حريه شخصيه يعني. لو حضرتك عايز تبيع هتبيع مفيش مشاكل، بس طبعا هيخسرك كتير يعني. حاجه زي ديت مثلا 10 كيلو، 10 ونص، 11 كيلو مثلا، لو جيت تبيعها في 70 تعمل 700 جنيه. هو اصلا صرف اكتر من 700 جنيه، لان هو كتكوت اساسا بيجي ب 150 جنيه عمر 40 يوم، بيبقى الوزن بتاعه كيلو، كيلو وربع. فيعني صرفت كتير عليه. تيجي تبيعه تلاقي مثلا ايه ال السعر بتاعه نازل كمان، لان السوق بتاعنا يعني للاسف ملوش مقياس. طبعا هو كان محتاج برضو واحد شيف يقطع تقطيع كويس ويخليه، بس احنا طبعا ايه يعني الموضوع زي ما بيقولوا سر للغاية، لأن الحاجات دي طبعا تتنظر تاخد عين يعني. فالموضوع يبقى صعب شوية يعني، إنه يروح لحد يقطعه أو يخليه. الله المستعان يعني. نتعامل كده يعني. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللحم يعني كلمة صفر دهون، فعلا صفر دهون. يعني انت حضرتك وانت بتشتري فرخة بيضة، يعني أقل حاجة 40% دهون في الفرخة فعلا، في الجلد، وسط اللحم، في الفخاد، واخدين بالكم؟ في كتير جدا مفيش أي حاجة. حتى الجلد مفيش فيه خالص، حاجة بسيطة جدا. السمك ضعيف جدا. التحويل ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أقوى تحويل لحوم. يعني الرومي الأبيض بالأخص الفرنسي، لأن في منه نوعين، في منه فرنسي اللي هو دوت يعني، وفي النوع التاني اللي هو البلدي بقى، فرنسي بس بلدي، ما بيبقاش مظبوط يعني. ما بيوصلش طبعا للايه، بيبقى اقصى وزن له ما بيجيبش ال 15 كيلو. انما بتاعنا ده بفضل الله يكسر ال 25 كيلو، بس للايه، للي يصبر عليه يعني. دورته 5 شهور وبيوصل، بس لازم العليقه تكون صافي صافي كل ال5 شهور. طبعا احنا هنسيبكم دلوقتي ان شاء الله عشان نبدأ نطبخ بقى ايه ونعيش اللحظة فيه ان شاء الله. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.